بكم هذا يوم عيدنا نحن أهل الإسلام، شرعه الله سبحانه وتعالى بحكم متعددة متكاثرة، منها أن الإنسان يفرح بعد أن أتم الله له نعمة الصيام وأن أدرك نعمة الشهر الفضيل وأتمه بطاعة وأتمه بإكمال هذه العبادة. فالله سبحانه وتعالى جعل إتمام هذه النعمة تستحق التكبير والتعظيم، ولذلك قال في محكم التنزيل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جعل التكبير بعد إتمام نعمة إتمام شهر رمضان، ولتكملوا العدة أي أتممتم صيام شهر رمضان، قال ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبيرا تعظيما له سبحانه وتعالى.